خلاص يا فندم، هو رئيس النادي طلع امبارح واتكلم في الموضوع ده، وتقدر تقول ان هو قفل وضبه ومفتاح. قال لك خلاص نادي الزمالك ما فيهوش ولا جنيه، اعلن افلاسه يعني خلاص كده صباح الفل. طب والفلوس الناس؟ قال لك لا معلش ما فيش. طب ويا جماعه المدربين؟ طب يا جماعه العمال؟ طب يا جماعه الناس الغلابه الاول يعني واهم وكده؟ قال لك لا معلش والله مش هينفع، احنا اتصرفنا في فلوس فيريرا علشان الراجل ده اجنبي وما يعرفش ابوه من امه. طب احنا يعني طب الناس الغلابه الشقيانين المليانين طيابه الحاجات الشعارات الجامده في شيخوله دي فين؟ يعني ما خلاص كده انتهت. سبحان الله. يعني الاستاذ مرتضى طلع امبارح، والله العظيم انا ما كنتش عايز اذكر اسمه حتى في الحلقه يعني تجنبا للمشاكل، ولكن خلينا نقول رئيس نادي الزمالك كده يعني. المهم يا سيدي، رئيس نادي الزمالك طلع بعد ما قعد يشتم في الكابتن محمود الخطيب ساعه الا ربع. انا عددهم، اوعى انا عددهم، ساعه الا ربع شتيمه متواصله للكابتن محمود الخطيب، واتهاماته اتهامات خطيره جدا. يعني الاتهامات دي لو صحيحه توديه ورا الشمس، يعني تودي الكابتن محمود الخطيب ورا الشمس الشموسه. عارف انت اللي كنا بنرمي وراها السنه زمان دي، هو هيروح ورا مع السنه بقى ورا. فالمهم الكابتن محمود الخطيب يعني الراجل تعبان وبيعمل عمليه مش عارف فين، وفحوصات في بلد ايه، وبيعمل مش عارف ايه فين، والموضوع كبير فشخ خله، وده طالع بيشتمه ويغلط فيه. مش قصتنا، ولكن يعني الكابتن محمود الخطيب ليه رب كريم وليه ملايكه بترد له الغيبه بتاعته، فمش هنطول في الموضوع ده. ولكن احنا هناخد من ساعتين ايه يا راجل يا مؤمن؟ ده طلع من الساعه 12 للساعه 4 الفجر. ده يا نهار اسود، ده انا لو مطبق على عالم سمسم بخلص المواسم كلها كنت خلصتها قبل الحلقه دي ما تخلص. ده مش نافع والله، ده مسلسل تركي بايخ من 6500 حلقه، مش يعني ما اقل ما يقال عليه. عارف مرتضى خانو مش عارف ايه والناس دي، هو كان ده اللي بيحصل امبارح. وقعد حواليه 5. ايوه البنتوماين، التمثيل اسمه بنتوماين ولا بنتوماين ما اعرفش اسمه ايه. هم قاعدين بيمثلوا بقى التمثيل اللي هو الصامت ده، قاعدين بيهزوا راسهم بس فقط لا غير يعني. المهم مش هنطول في الموضوع ده علشان هو بس هنتكلم عنه في الحته دي خلاص كده يعني، احنا كلامنا خلص عن الحته دي. احنا بس هنيجي عند حته الافلاس بتاعت نادي الزمالك. خلاص مفيش فلوس وهندفع فلوس فيريرا، والعمال الغلبانين لا بقى ليهم رب بقى، يعملوا اي حاجه، ليهم رب. انما فيريرا اللي بياخد ملايين لا ما اقدرش اخر فلوسي عليه عشان ده اجنبي. يا نهار اسود ومقطرن ومهبب ومزفت ومخري كده، يا رب تكون مبسوط. المهم هنتكلم عن موضوع جامد فشخله برضه في فيديو النهارده، وهو اختيارات روي فيتوريا مدرب منتخب مصر. انا من وجهة نظر الشخصية لو روي فيتوريا كان بيلعب حادي بادي كرومب زبادي في اختياراته الشخصية كان ممكن تلفق معاه وتطلع اختياراته احسن من كده. يعني هو وقف عبد الله جمعة وكريم فؤاد اللي مكسر الدنيا وقال لك حادي بادي كرومب زبادي، شيلوا حطوا كل علادي، سيدي محمد البغدادي حطوا الجبنه في التلاجة مين ياكلها الواد خريان، وكل الكلام ده، وقام جاي واخد في الاخر عبد الله جمعة وساب كريم فؤاد اللي مدغدغ الدنيا وبياكل النجيله، يعني اللي مصر كلها قلب عليه الدنيا يعني. المهم وثالث موضوع هنتكلم عنه هو ذكاء مارسيل كولر في تحويله لبعض من لاعيبه النادي الاهلي. حولهم 180 درجه، دي تقريبا اطول مقدمه انا عملتها في التاريخ. فخلينا ندخل في صلب الموضوع ونقول وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. هي كارثه بكل المقاييس. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل فيديو لاكتر من 5000 لايك. بربنت بيتكلم محدش انت لو وقفت قدامي وانا بتكلم هتقع من الهواء اللي طالع من بقي. المهم اتفقنا مع بعضينا ان الفيديو ده هيوصل ل 5000 لايك، يعني بقى هنشوف هل هنقدر ولا ده. مش 5000 لايك كده في الهفا، قلنا ده 5000 لايك في اول ساعتين هينزل فيهم. بعد كده بقى انتوا مشكلتكم حلوها مع بعضيكم عشان الخناقات. ولينك التويتر تحت في الديسكريبشن، ولينك انستجرام تحت في الديسكريبشن، والقناه الثانيه اللي هينزل عليها تحليل المباريات. انا حرقت المفاجاه ولا ايه؟ المهم يعني كل حاجه هتلاقيها في الديسكريبشن عشان انا جاي لك بعظمه كمان شويه. المهم يا بيه، موضوع حلقتنا الاول كان المفروض هنتكلم عن افلاس نادي الزمالك، وده اتكلمنا عليه وقفلناه بعد ما الاستاذ مرتضى منصور قلع الجاكيت بتاعه على الهوا وشتم الكابتن محمود الخطيب وهوبا ويا نهار ابيض وبس. اعلن قال لك يا ابني النادي ما فيهوش جنيه. قال لي امال انت عامل النوش ده من الاول ليه؟ يعني ما كانش لها لازمه فتحه الصدر دي. المهم يعني
تاني موضوع بقى، ندخل على تاني موضوع. اختيارات روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، اللي اقسم بالله لو كان عملها حادي بادي زي ما قلت لحضرتك كانت حادي بادي لفقت معاه اكتر من كده، اكتر من الاختيارات المهببه ب 60 قطران اللي هو يعني يا نهار اسوخ. واخد عمر جابر عشان عمر جابر صاحب لعيب مهم ومشهور، مش هينفع نقول اسمه عشان انا بحبه، ويعني حاجه منتهى العر، حاجه عامله بتبيع على نفسها وسابوها ما غيرولهاش البامبرز. المهم يا فندم، واخد هنتكلم عن يعني مثال يعني بسيط، يعني كده في البيبي كده، مثال في البيبي بسرعه. بيقول لك ايه؟ خد عبد الله جمعه عشان عبد الله جمعه بدا اساسي مع نادي الزمالك، اساسي فرجاني اساسي، المهم يعني مع نادي الزمالك قصدي. قال لك انا خدت عبد الله جمعه، الراجل بادئ اساسي مع نادي الزمالك ويعني عامل ارقام خزعبليه. هو شاري خط جديد؟ هو ايه اللي عامل ارقام خزعبليه؟ يعني ايه؟ يعني جاب اشترى خط مميز 012؟ هو احنا هنهرج؟ ارقام عبد الله جمعه ده ما بيعرفش يباصي، يعني مع كامل احترامي لعبد الله جمعه واخوه صالح عشان ما يزعلوش، بس عبد الله جمعه مين اللي عامل ارقام خزعبليه؟ ده يا راجل يا عم اسكت، يا عم اسكت، انا مش عايز افتح في الكلام، تخيل كل ده ومش عايز افتح. المهم قال لك هو واخد عبد الله جمعه عشان لاعب اساسي. طب وكريم فؤاد؟ قال لك ما شفتوش بصراحه، لا ما اعرفش. كريم فؤاد اللي مدغدغ الدنيا، كريم فؤاد اللي واكل النجيله في ماتش الداخليه، ولا قال لك ما شفتوش؟ يا عم كريم فؤاد بقول لك. قال لك ما مين كريم فؤاد ده؟ شكله ايه كريم فؤاد ده؟ ازاي يعني؟ ازاي يا مؤمن ايه ده؟ انت ما جيتش ناحيه الايمان بصله. المهم يعني خد عبد الله جمعه ماشي مش مشكله، خد بقى مع كريم فؤاد. قال لك مش هينفع، ما خدش انا الاشكال دي، خدش الاشكال الجامده دي، لا ده لعيب جامد وجامد جدا وبيصنع الفارق ومش يعني، وكولر قدر يطوره جامد جدا فماخدوش. لا ماخدوش، انا عامل تيم على قد كده نروح نلعب بيه في الساحه الشعبيه، وعايز ناس على قد مش عايز. يا عم صل على النبي، يا عم صل على النبي، قسما بالله صلاح ده لو ما كان مدغدغ الدنيا في ليفربول يعني بنفس امكانياته ونفس موهبته ونفس كل حاجه، كان في نادي تاني ما كان خده، والله ما كان خده. والله صلاح ده لو ما لعيب عالمي ما كان خده، هو بياخده كده عشان هو صلاح. بس هل ده معناه ان صلاح اجمد واحد في الكوكب من وجهة نظري؟ انا بعشق صلاح يعني، انت فاهم، بعشقه عشق كده. ولكن بقول لك يعني قد ايه كان صلاح هيتعرض لظلم لو كان بس بيلعب في اي حته تانية غير الدوري الانجليزي. المهم يا فندم، اختيارات زي الزفت وزي القطران وزي الخرا وزي النيله وزي البيبي زي ما قلت لحضرتك كده، يعني ربنا يعينه على المهلبيه اللي في دماغه وطبق الكسكسي اللي بالمكسرات والسمنه اللي حاطه هنا في دماغه وعقله بيفكر بيه، اللي ما خدش بيه كريم فؤاد. ده في اختيارات تانية يا نهار اسود انا مش هقدر اتكلم عليها والله. ده واخد عمر جابر يا ابني، ده واخد عمر جابر يا غربه، حسب عليه غربه لحسن يتكعبل. المهم يعني تالت موضوع، وهو بقى النقطة الفارقة في فيديو النهاردة، أنا حابب أتكلم عنه كده وأنا اخترعته كده، قول أنا هتكلم على الموضوع ده. ولكن بعد ما قلت اخترعته كده لقيت في ناس كتير جدا خدت بالها من الموضوع ده، فقلت لا يجب إن احنا بقى نتكلم عنه. لا تعالى لي في حلقة، ركز معايا. هل احنا بنقول على مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي الجديد إن هو مدرب عالمي وجامد وتكتيكي والحاجات دي كده، من ان هو بيكسب ماتشات خلاص، ان هو كسب الاهلي في السوبر فهو مدرب عالمي، ان هو كسب الداخليه 4-1 فهو مدرب عالمي، ان هو كسب اول ماتشين في الدوري ان هو مدرب عالمي؟ كل دي حاجات تحسب له، كل دي حاجات احنا متفقين عليها. ولكن عزيزي المشاهد عايزين نتكلم في بوينت مهمه جدا. مارسيل كولر قدر يعمل من الفسيخ شربات، قدر يعمل من جوهره، انت فاهم؟ فلما قدر يحول التحولات الجذريه دي في 2 لعيبه كانوا معدوم فيهم الامل لاكتر 2 لعيبه ناريين دلوقتي في الدوري المصري، فدي كارثه. نيجي مثلا لمارسيل كولر وهو مستلم محمود متولي، ما لعبش ماتشين على بعض اساسي من اول ما جه النادي الاهلي كمدافع، ما لعبش ماتشين اساسي على بعض من اول ما جه النادي الاهلي كمدافع، لحد ما جه مارسيل كولر المدرب الجديد للنادي الاهلي العبقري البروفيسور بحقه حقيقي،
اللي قدر يحول محمود متولي من مدافع على باب الله للمدافع الاساسي للنادي الاهلي اللي الكل بيشيد بادائه في الفتره اللي فاتت. فنقف هنا، نقف نعمل وقفه هنا كده. قدر يحول باك يمين كل الناس بتقول عليه انه صفقه فاشله للنادي الاهلي وانه غير مرحب بيه وانه مش هيصنع الفارق وانه اقل من العادي، لجناح خارق للطبيعه اسمه كريم فؤاد. الكل بيشيد بادائه، مش بادائه هو بقى، الكل الصفقات دي اول ما جت او اللعيبه دي اول ما جت النادي الاهلي وبعد شويه لما اتجربت قالوا لك لا الناس دي مش نافعه وما لا تصلح لتواجدها في النادي الاهلي، الجماهير وكل المحللين الرياضيين، لحد ما جه كولر حولهم للصفقات. لو كان النادي الاهلي اشتراهم دلوقتي النهارده بالاداء ده والسمعه اللي عاملينها في الدوري دي كان دفع فيهم ملايين هم اسمهم ايه؟ ملايين؟ كان دفع فيهم ملايين مملينه بالمستوى اللي بيقدموه دلوقتي. فلك ان تتخيل ان فكر مدرب حول 2 لعيبه الدنيا كلها مقلوبه عليها، ل2 لعيبه الدنيا كلها بتشكر فيها، فده كارثي، ده عبقريه مارسيل ويطلع واحد زي رضا عبد العال يقول لك ده كفتاجي. والله العظيم ما في كفتاجي غير، والله يا كفتاجي انت الكفتاجي الوحيد اللي في الدنيا، يعني معلش يعني. عزيزي المشاهد لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، عشان انا خلاص روحي هنا. لو انت لسه بتتفرج لحد دلوقتي هتشترك وتكتب كومنت تقول لي رايك، وبس كده. كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.